ناوي تشطب شقتك ومحتار في اختيار اللون المناسب، عايز تكون مواكب لكل جديد في عالم الالوان؟ اذا الفيديو ده ليك، خليك معايا. السلام عليكم، انا احمد السيد، مهندس معماري من سكوير ديزاين. شركه جوتون عملاق صناعه الدهانات رشحت اكتر من 25 لون الشركه شايفه انها مناسبه وترند لعام 25. من الصعب نقول لحضراتكم كل الالوان دي في فيديو واحد، عشان كده اخترت ليكم 3 الوان انا شايف انها من وجهه نظري تلبي كل الاذواق ان شاء الله. طيب، زي ما حضراتكم عارفين ان السنه اللي فاتت كان البريز والفانيليا لاتيه، ودي الوان او اسماء الوان يعني كانوا هم اكتر الالوان استخداما. السنه دي في وحش جديد من وجهه نظري ومميز وجميل جدا، اسمه الكاشو. الكاشو كود 1931، وهو لون من عائله البيجيهات اللي لا غنى عنها طبعا في عالم الالوان، وتعتبر من الاكثر استخداما وشيوعا لان ليها مميزات كتيره جدا، تقريبا بتدي شعور بالدفء والراحه والهدوء. كمان من مميزاتها انها بيليق عليها تقريبا معظم الالوان، ولو هتستخدم معاها الاخشاب الطبيعيه او الوان الاخشاب سواء في الفرش او الاكسسوارات، فده هيدي معاك فخامه عاليه جدا للمكان. عشان كده انا شايف ان الكاشو تقريبا هيكون افضل الوان السنه دي بلا منافس. والكاشو على فكره جاي من الكاجو اللي كلكم عارفينه طبعا، وزي ما ظهر معانا في الصوره. طيب، تاني لون معانا هو لون الجري تاتش كود 12314. اللون ده من عائله الجريهات، والجري والبيج عموما دايما هما الاكثر استخداما في الوان الديكورات والتشطيبات. الجري تاتش لون جميل مميز جدا، مش هتندم ابدا لو استخدمته. كمان بيعوض الناس اللي بتحب اللون الابيض بس بتخاف منه عشان البهدله وكده يعني. اما بالنسبه للناس بقى اللي بتحب التميز وانها تكون مختلفه، فده مع اللون الثالث وهو السبرينج بريز كود 6167. بعيدا عن البيجيهات والجريهات، فالسبرينج بريز يعتبر لون ازرق مائل للاخضر او العكس، درجه راقيه جدا مميزه جدا، ليها خصوصيه عن معظم الالوان، يمكن اختياره بكل ثقه ومتاكد انه هيعجب حضراتكم ان شاء الله. طيب كده الكاشو، الجري تاتش، السبرينج بريز، 3 الوان بتعبر عن سنه 25. احفظوهم، اكتبوا الكود بتاعهم، سجلوه، ما تترددوش ولو للحظه انكم تستخدموا اي درجه لون منهم، وان شاء الله هيكون اختيار موفق. لو في اي استفسار اكتبوا في التعليقات وانا هرد عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.